وبقول لكم على شيء. انتوا فكرتوا الحياة بعد الطلاق او بعد الخلع انكم حتلقون حياة شيء يعني واو، ولا انكم تشوفون السوشيال ميديا والحياة والناس طالعة والناس جاية والناس لابسة والناس، هذا كله بس في الصورة، اما ما وراء الكواليس والله ما يعلم به غير الرحمن. اللهم لو حبذا اي بنت تفكر او اي زوجة تفكر انها تنفصل او انها تخلع، والله نصيحة مني لك انا كأختك سبي والعني وقولي اللي تبين كأختك، والله احسن لك انك تجلسي في بيتك، في بيت زوجك متستتة ومتهنية ومع عيالك ومع يعني كل شيء عندك مرتاحة فيه. تعرفين لما تطلقين او لما تخلعين ايش هتعيشي؟ هتشوفي الحياة المرة هتبدي فيها إيجار وكهرباء وموية ومدارس وقاضي وشغل و ما حتلقين وقت حتى لنفسك، تمشطين شعرك ما حتلقين له وقت. لا تغرك المظاهر، لا يغرك عالم السوشيال ميديا، كله كذب، كله كذب، ما حد يقول فيه الحقيقة، كله كذب. عايشين لا بتروحين يعني بتلاقين يعني شغل على ما شاء الله على دراستك وعلى ما ادري ايش درستي، على ايش؟ لو ما عندك راتب وما عندك شغل اللي هو حتلاقي منه كل الاشياء المتوفره سهله ومريحه، والله ما انصحك انك تروحي تتبهدلين وتشتغلين. بكم الراتب وكم ايجارك وكم اكلك وكم شربك وكم لبسك و الى اخره، بكم؟ جي كوني واقعيه مع نفسك واجلسي مع نفسك وحطيها حسبه.